السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة الأشعة ببساطة. في ناس كتير بتتلخبط بين الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي. إيه الفرق بينهم؟ ليه الدكتور بيطلب ده أوقات وده أوقات تانية؟ النهاردة هنفهم الفرق بشكل سهل وبالأمثلة علشان المعلومة تثبت في ذهننا. يلا بينا نبدأ بجهاز الأشعة المقطعية أو الCT. جهاز الأشعة المقطعية بيعتمد على الأشعة السينية. المريض بيدخل جوه الجهاز والجهاز بيلف حوالين الجزء المراد تصويره ويطلع صور مقطعية كأنها شرايح من الجسم. بعد كده الكمبيوتر بيركب الصور دي فوق بعضها علشان يعمل صورة ثلاثية الأبعاد. مميزاته إنه سريع جدا، في دقايق قليلة تقدر تعمل فحص كامل. تاني حاجة إنه ممتاز في الحالات الطارئة زي الحوادث أو النزيف. وتالت حاجة إنه بيكشف العظم والرئة والأوعية الدموية بشكل دقيق. لكن عيوبه إنه بيعرض المريض لكمية إشعاع عالية نسبيا، والأنسجة الطرية مش دايما واضحة جدا مقارنة بالرنين المغناطيسي. أما بالنسبة لجهاز الرنين المغناطيسي أو ال MRI، فالجهاز هنا ما بيستخدمش إشعاع خالص، بيعتمد على مجال مغناطيسي قوي جدا وموجات راديو. الفكرة إنه بيلتقط استجابة ذرات الهيدروجين في الجسم ويطلع منها صورة دقيقة. ومميزاته إنه أدق جهاز لتصوير المخ والنخاع الشوكي والعضلات والأربطة والغضاريف، وآمن لأنه بدون إشعاع وبيديك تفاصيل أوضح عن الأنسجة الطرية. بالنسبة لعيوبه إن هو بياخد وقت أطول، ممكن يوصل نص ساعة أو أكتر، ومش مريح لبعض المرضى. الجهاز بيبقى ضيق وصوته عالي، وما ينفعش للي عندهم أجهزة معدنية مزروعة زي منظم ضربات القلب أو مسامير وشرايح معدنية. خلاصة الكلام، لو عندنا حالة طوارئ أو نحتاج سرعة فبنلجأ للCT. لو محتاجين نشوف تفاصيل دقيقة في المخ أو العضلات أو الأربطة فالأفضل هنا MRI. الاتنين مهمين جدا وكل واحد ليه دور مختلف، ومفيش جهاز يغني عن التاني. وبكده نكون وضحنا الفروق الرئيسية بين الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تشيره للي ممكن يستفيد، فالدال على الخير كفاعله. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. كان معاكم عبد الله من قناة الأشعة ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.